تشرف اي حد. لما نقول فيها حاجة حلوة يعني الجدعنة والأمانة والناس اللي تشرف أي حد. علي حسن أبو مهند مسعف بني سويف اللي عثر على 3 سبايك ذهب ونص مليون جنيه أثناء مأمورية إسعاف على الطريق، والنهاردة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان بيكرمه. وتعالوا نسمع فيديو حصري لقناة عالم حر. بالمناسبة أنا أعتبر عم علي. السلام عليكم، أعرفكم بنفسي. أنا علي حسن، شغال بهيئة الإسعاف المصرية، نقطة إسعاف المرصد بحلوان. اللي حصل معايا إن جالي أحد المبلغين عن طريق نقطة الإسعاف، بيقول لي إن في حادث على طريق الأسطورات. اتوجهت أنا وزميلي المسعف محمد ومصطفى لمكان الحادث، وأثناء تواجد مع المصاب تعاملنا مع الإسعافات طبعا الأولية. وبعد ما عملنا الإسعافات الأولية بنسأله كده إن في ليك معاك فلوس في العربية أو حاجة. قال لي انا كان معايا فلوس في العربيه. اتوجهنا العربيه الحمد لله وتم العثور على المبلغ واتحفظنا عليه في العربيه. وانا متوجه ان شاء الله المستشفى كده خدت تليفون المبلغ وكنت وصلت مع اخوه ابن عمه، والحمد لله اتواصلت معاهم وجينا المستشفى وطمنتهم على اخوهم الاول. والحمد لله بعد ما طمنتهم على اخوه توصلوا المبلغ المالي بتاع كان حوالي عباره عن نص مليون جنيه وثلاث سبائك ذهبيه. والحمد لله خدوا الاهل الامانه وصلت لاهلها تمام واطمنوا على مصاب اخوهم. وطبعا انا بشكر كل الدعم من اهلي وبلدي ومحافظه بني سويف، واشكر السيد رئيس الوزراء، واشكر كل الناس اللي دعمتني بصراحه، وبشكر الاستاذ خالد حسن طبعا قريبي.